بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله هدى الله به بعد ضلاله، وعلم به بعد جهاله، وبصر به بعد عمى، فأعز به بعد ذلة، وكثر به بعد قلة، فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فصلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرين. أعزائي المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن ذا نجدد اللقاء بكم في مجلس من مجالس شهر رمضان الفضيل، والذي نتعلم من خلاله بعض المسائل الفقهية العلمية التي يحتاج إلى معرفتها المسلمون في هذه الأيام، نظرا لانتشار الجهل بينهم. فالعلم كلما وجد في أوساطنا كلما وجد الصلاح، فكل صلاح في الوجود كما يقول الحافظ ابن القيم فسببه العلم، وكل شر في الوجود سببه الجهل. والجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور. رأيت العلم صاحبه شريف، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام، ويحمل قوله في كل أفق، ومن يك عالما فهو الإمام. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا علم الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتناول من خلاله بعض المسائل المتعلقة بالمبطلات، يعني مبطلات الصيام ومفسدات الصيام، وهذا المبحث مهم جدا. وقبل الشروع فيه نحتاج إلى أن نتكلم على بعض المقدمات العلمية التي تكون بوابة إلى فهم هذه المبطلات. طبعا أولا لا بد من التفريق ما بين المبطلات والمحبطات. فالمبطلات هي التي تفسد الصيام وتبطل الثواب، أما المحبطات فهي التي تنقص الثواب ولا تبطل الصيام. المحبطات هذه مثل الكذب، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل الفجور في الخصومة، مثل شهادة الزور. هذه أقوال وأعمال عياذا بالله تبطل ثواب الصيام، لكن الصيام صحيح وصاحبه لا ينال أجرا به، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وأما المبطلات فهي التي تبطل الثواب والصيام، مثل الأكل والشرب والجماع عمدا كما هو معروف عند الفقهاء. هذه المقدمة الأولى، أن يفرق الإنسان ما بين المبطلات وما بين المحبطات. أيضا ثانيا ذكر الفقهاء أن شرط التفطير بهذه الأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى تباعا، يعني هذه المبطلات، شرط التفطير بها 3 شروط. الشرط الأول العلم، أن يكون هذا الذي يفعل هذه المفسدات لصيامه عالما بالأحكام، يعلم أنها محرمة عليه. وضد العلم الجهل، وأن يكون ذاكرا، وضد الذكر هو النسيان، وأن يكون مختارا، وضد الاختيار الإكراه. لا بأس أن نتكلم بشيء من التفصيل في شروط التفطير بهذه المبطلات. الشرط الأول العلم، أن يكون المسلم عالما أن هذه الأشياء تضر صيامه وتفسد صيامه. وضد هذا العلم الجهل، والجهل 3 أنواع: هنالك جهل بالأحكام، وهنالك جهل بالحال، وهنالك جهل بأثر الحكم. فلو أن إنسانا مثلا تقيأ وأدخل أصبعه
فأخرج ما في بطنه، هذا يسميه العلماء القي، ونحن نسميه باللهجة الدارجة عندنا في بلاد حضرموت الطراش هذا. فالإنسان إذا تعمد إخراج الطراش أو إخراج القي، ثم بعد ذلك جاء يسألنا ما حكم صيامي؟ فقلنا له إذا تعمدت ذلك فإن صيامك باطل. قال أنا ما أعلم أصلا أن القي يبطل الصيام. فإذا كان مثله يجهل مثل هذا الحكم فهذا معذور إن شاء الله تعالى وصيامه صحيح. هذا الجاهل بأصل الحكم ما يعلم أن هذا محرم عليه. النوع الثاني من أنواع الجهل هو أن يكون جاهلا بالحال، يعلم أن الأكل والشرب والجماع لا يجوز للصائم أن يتعاطاه ولا أن يفعله، لكن جهل الحال الذي يجوز له أن يتعاطاه وأن يفعله. مثال ذلك إنسان أكل وشرب ظانا عدم طلوع الفجر، أو أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، ثم بان له خلاف ذلك أن الشمس لم تغرب وأن الفجر قد طلع، فما حكم صيام هذا الإنسان؟ هذا ليس جاهلا بأصل الحكم، وإنما هو جاهل بالوقت الذي يجوز له أن يأكل وأن يشرب فيه. هذه المسألة فيها قولان للعلماء الأئمة الأربعة على أن من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو ظانا عدم طلوع الفجر فإن صيامه باطل لا يصح، وعليه أن يقضي هذا اليوم، عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فظن الصحابة أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم ظهرت الشمس، فسئل راوي الحديث هل قضوا؟ قال بد من قضاء، يعني لا بد من القضاء. والقول الثاني في هذه المسألة أن من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو ظانا عدم طلوع الفجر فبان خلاف ذلك أن صيامه صحيح وليس عليه شيء. وهذا يحصل في بعض الأحيان، ربما يؤذن المؤذن قبل الوقت فيفطر بعض الحاضرين في المسجد ثم يظهر أن وقت المغرب لم يدخل، فنسأل كثيرا في هذه المسألة. القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار أيضا سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أن صيامه صحيح، لأن هذا الإنسان لم يتعمد المخالفة الشرعية، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهذا الإنسان لم يتعمد وهو معذور إن شاء الله تعالى في هذا الأمر. ونفسي تميل إلى هذا القول، وإن كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا قويا. كذلك النوع الثالث من أنواع الجهل هو الجاهل بأثر الحكم، يعلم أن الأكل والشرب محرم، يعلم أن الجماع محرم، لكن مثلا لا يعلم ما يترتب على فعله للجماع. إنسان مثلا طاوعته نفسه، غلبته شهوته، فجامع زوجته في نهار رمضان وكان ممن يلزمه الصيام، فبعد أن جامع زوجته جاء يسألنا فقال ما حكم صيامي هذا لأني جامعت زوجتي في نهار رمضان؟ فقلنا يترتب عليك 5 أحكام سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها، ومن جملة هذه الأحكام أن عليك الكفارة المغلظة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا عذر من سفر أو مرض، فإن لم تستطع لعدم قدرتك على الصيام فهنا تطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مقدار مد أو مقدار ربع صاع من قوت البلاد. قال والله أنا ما أعلم، لو كنت أعلم أن هذه الكفارة تترتب على فعلي ما جامعت زوجتي. فنقول جهلك بأثر الحكم لا يرفع عنك الحكم الشرعي، فلهذا ينتبه الإنسان في مثل هذه المسائل الدقيقة. فإذا شرط التفطير بهذه المفطرات العلم وضده الجهل، وذكرنا أن الجهل 3 أنواع: أن يكون جاهلا بأصل الحكم، أن يكون جاهلا بالحال والزمان، أن يكون جاهلا بأثر الحكم. أما الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لصيامه، وضد هذا الذكر هو النسيان. فلو أن شخصا سبحان الله أكل أو شرب في حال نسيانه وذهوله ثم انتبه بعدما شرب، هذا ليس عليه شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن
من أكل أو شرب وهو ناس فإنما أطعمه وسقاه ربه، فإنما أطعمه وسقاه ربه، فهذا ليس عليه شيء. لكن لو مثلا أن شخصا رأى هذا الإنسان يشرب أو يأكل وهو ناسي، هل له أن يأمره وينهاه أو يتركه، لأن هذا يعني قد رخص له في هذا الأمر بسبب نسيانه؟ طبعا لا يجوز له أن يتركه، فهذا وإن كان معذورا في حق نفسه لنسيانه، إلا أن هذا الناظر إليه ليس معذورا، فيجب عليه أن ينهى عن الشرب ويقول يا فلان انتبه فأنت صائم. أما أن يتركه فهذا إثم عياذا بالله. ينبغي للمسلم أن يكون منتبها لهذه المسألة. إذن الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لصيامه، فمن أكل أو شرب وهو ذاكر أنه صائم تعمد ذلك فإن صيامه باطل. والشرط الثالث الاختيار، أن يفعل ذلك وهو مختار، وهذا قيد احترازي في حالة أنه لو أكره على الإفطار. جاء إنسان وشحن عليه البندق أو المسدس، قال إما أن تفطر وإما أني سأقتلك، فقام هذا الإنسان فقال لا بلاغ إلا بالله، فأكل أو شرب لاتقاء بطش هذا المجرم الذي يريد أن يقتله. هذا لو أكل أو شرب ليس عليه شيء في هذا، لأنه مكره، والمكره ليس عليه حرج إذا أفطر بسبب الإكراه عند تحقق شروط الإكراه السبعة التي ذكرها علماء الأصول عليهم رحمة الله تعالى. كذلك من المقدمات التي نحتاج إلى التعرف عليها أن نعرف ضابط المفطر. فالفقهاء يقولون إن المفطر هو كل عين، كل عين، وأرادوا بالعين الذي له جرم، أما الريح والدخاخين هذه فلا تفطر الصائم. فقالوا كل عين تصل من منفذ مفتوح إلى الجوف، كل عين يعني أكل مثلا أو شرب، حتى حبة السمسمة هذه عند جمهور أهل العلم تفطر الصائم لو ابتلعها عمدا، وإن كانت ليست بمعنى الطعام والشراب. فكل عين تصل من منفذ مفتوح. المنفذ المفتوح عند الفقهاء مثل الأنف، مثل الفم، مثل أيضا عند الشافعية الأذن منفذ مفتوح. العين عند الشافعية ليس منفذا مفتوحا، أيضا باطن الذكر والإحليل، المثانة هذه أيضا منفذ مفتوح وإن لم تصل إلى المعدة. فهذه المنافذ المفتوحة إذا وصلت إليها عين من الظاهر إلى هذا المنفذ ثم دخلت إلى الجوف، ومذهب الشافعية في تعريف الجوف من أوسع المذاهب، فعندهم الجوف كله مجوف، فيدخل في ذلك الجمجمة، ويدخل في ذلك أيضا الأذن، يدخل في ذلك الفم، يدخل في ذلك الأنف. فإذا دخل شيء من هذه الأشياء التي تفطر الصائم من هذه المنافذ فإن الصيام يفسد والصيام يبطل. ولم يشترط الشافعية في الجوف أن يكون محيلا للغذاء حتى وإن لم يحل الغذاء، خلافا للغزالي في هذه المسألة. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى ضبطوا هذه المسائل بضوابط رزينة وقواعد متينة حتى لا يحصل الاضطراب. المسلم ربما يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يخرج بعض الفروع على بعض الأصول ويعرف مذاهب العلماء فيما يتعلق بهذه المنافذ. يعني مثلا العين هل هي منفذ مفتوح من جهة الطب؟ الشافعية عندهم العين ليس منفذا مفتوحا، لكن قرر الطب الحديث أن العين منفذ مفتوح، وعليه ما حكم قطرة العين هذه؟ هل إذا وجد أثرها في حلقه هل يبطل صيامه، أو نقول هذا أثر القطرة وليس عين القطرة؟ كذلك الأذن عندنا مثلا في المذهب الأذن منفذ مفتوح، لكن من جهة الطب قالوا لا، الأذن هذه ليست منفذا مفتوحا إلا إذا كانت الطبلة مخزوقة أو مخروقة، فإذا كانت الطبلة هذه مخروقة فهذا يعتبر منفذا مفتوحا. فهذه المسائل تحتاج إلى دقة، وربما يحتاج الإنسان إلى معرفة حكم استعمال مثلا التحاميل من أسفل، كذلك البشكاري هذا إيش حكم إدخال المنظار
إلى داخل الجوف إذا لم يستقر في المعدة؟ هل من شرط المفطر أن يكون مستقرا في المعدة؟ فلو أدخل المنظار وأخرجه هل يبطل صيامه أو لا؟ فهذه مسائل مهمة جدا. كذلك مثلا استخدام البخاخ الذي نسأل عنه كثيرا، هل استخدام البخاخ هذا يفطر الصائم؟ قولان للفقهاء، منهم من يقول أنه يفطر الصائم، ومنهم من يقول إنه لا يفطر الصائم، وغاية ما يصل إليه هذا البخاخ إلى صدر الإنسان ولا يصل إلى معدته. فتقارير هذه المسائل تحتاج إلى شيء من التأمل وشيء من إمعان النظر حتى لا يقع اضطراب في تحرير وتقعيد هذه المسائل الفقهية. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يوفقنا لكل خير. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي ما دعي به إلا أجاب ولا سئل به إلا أعطى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الفضيل. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يوحد المسلمين على مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.